بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. السيد مرشح الإجماع الوطني، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتشرف بوتليميت عامة وهذه المجموعة بصفة خاصة هذا المساء باستقبال رجل يمثل رجالات الوطن الذين يؤمنون بموريتانيا المتصالحة مع ذاتها، والذين ينزلون الرجال منازلهم ويعترفون لصناع القرار بمآثرهم وعطاءاتهم. وكيف لا وأنتم سيادة المرشح سليل صانع التاريخ العلمي وحماة الأخلاق وتزكية النفوس. السيد المرشح، فرحتنا لا توصف، ونحن نتلقى تقديركم هذا بزيارتنا والتواصل معنا شعورا منكم بما تستحقه هذه المدينة وأهلها، وهو تقدير غير مستغرب إذا علمنا ما يربط بيننا وإياكم من أواصر علمية وثقافية وروحية جسدتها الرسائل واللقاءات التاريخية التي جمعت بيننا وإياكم. لقد شكل خطاب ترشحكم بلسما ونقطة نور التقطتها ساكنة بوتليميت بأريحية وقبول. فبوتليميت مدينة تحترم العهد وتقدره، وأنتم كذلك، وهي مدينة لا تغمط أحدا حقه في الذكر والتنويه، وأنتم كذلك، وهي مدينة تعانق على رباها العلماء والشعراء والمتصوفة، وأنتم سليل زاوية العلم والتصوف والتواضع. فكيف لا تقف خلفكم وكيف لا تلتقط خطابكم التقاط اللؤلؤ من بين الأصداف. السيد مرشح الإجماع يحمل ساكنة بوتليميت دائما بين جوانحهم حب موريتانيا منذ اللحظات الأولى لتأسيسها وحتى يوم الناس هذا. ورغم كل الملاحظات والمشاعر فإنهم متمسكون بالدولة وبشرعيتها والحفاظ عليها، ومصرون على مساعدة كل من يحمل لها مشروع بناء ونماء وتقدم. السيد المرشح، لست هنا لأقدم لكم درسا في تاريخ بوتليميت، فأنتم أحد رجالات موريتانيا الأوفياء الذين تشربوا من ذلك التاريخ وأحبوه كما أحبه أجدادكم، ولا يخفى عليكم ما يطبع ناسها من إيمان بالدولة واستعداد للمساهمة في رفعتها وتقدمها. السيد المرشح، إننا ندرك أن أخلاقكم الرفيعة وخبرتكم في مفاصل الدولة والتي استطعتم بها جمع قلوب الموريتانيين كلا بين عشية وضحاها ستكون صمام أمان لاستمرار النهج الذي قاده الرئيس محمد بن عبد العزيز على مدى العشرية المنصرمة، وهو نهج كنتم أحد صناعه والفاعلين فيه، ونحن خير شاهد على ذلك. وإيمانا منا بأنكم رجل موريتانيا الذي تستحقه، والذي سيحملها على عاتقه بأفراحها وأحزانها دون ملل ولا كلل، واقتناعا منا بمعالم برنامجكم الذي أبان عنه خطاب ترشحكم، فإننا نؤكد لكم وقوفنا خلفكم ومساندتنا لمشروعكم الرئاسي، وذلك عهد منا، وللعهد عندنا قيمة.
فإننا نؤكد لكم وقوفنا خلفكم ومساندتنا لمشروعكم الرئاسي، وذلك عهد منا وللعهد عندنا قيمة. ندعمكم بكل صنوف الدعم التي تمكننا وإياكم من الوصول بموريتانيا إلى ضفة الرخاء، ولن تجد السفينة ربانا أمهر ولا أشجع ولا أخلص منكم. مرة أخرى سيدي الرئيس سيدي مرشح الإجماع والأمل، السادة الحضور، لا تسعنا الكلمات في التعبير عن مدى امتناننا وغبطتنا بهذه الزيارة والتي خصيتمونا بها رغم ضغط المشاغل والالتزامات، فهي بمثابة البلسم الذي يمنح الأمل أكثر إشراقا، الذي يمنح الأمل بغد أكثر إشراقا وسموا لموريتانيا. وكما قال الشاعر: إنا إذا ما الضيف حل بساحتنا ضحكت بنا عن درها الأيام، وتنافست فينا بديعات الندى، إن الكرام يشوقها الإكرام. عاشت موريتانيا مستقلة مزدهرة وقوية. عاش مرشحنا الوفي، مرشح الأمل والإجماع الوطني، محمد ولي الشيخ محمد أحمد ولي الغزواني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.